بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك الحمد لله الذي بهرت مهابة ملكه الألباب وتساخرت العظماء لسطوة سلطانه يوم الحساب ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا يضل ربي ولا ينسى ونشهد أن سيدنا محمدا عبده الذي أباد الباطل وأبطله ورسوله الذي دمر الضلال وأهمله وعبد الحق بحجج لا تدع ريبا ولا لبسا صلى الله وسلم عليه وعلى آله الصرحاء وأصحابه الأفاضل النصحاء أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فإنه نصيبه من الآخرة ولا يدرك منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم فشمروا وفقكم الله لآجلة لا بد من عمارتها وقدموا لها من عاجلة لا سبيل إلى دوام استيتانها واسلكوا فيما بينكم سبيل العدل والإحسان وخالفوا الشيطان والهوى فالشيطان يدعو للسعير والهوى يجر للهوان وراقب الرقيب على من أطاع من عباده وعصى ولازم التقوى كما أمر الله به عباده وأوصى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت المحصي على عباده جميع أعمالهم قلت أو كسرت ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو شهادة عبد زهرت تويته وأشرقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كبرت مكارمهم وكثرت أما بعد فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق خير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني توفكون واستغفروا الله وله أنيبوا وإياه فراقبوا وبخياركم توسلوا وعظموا حرمات الله وعن الظلم ارجعوا ومن المظالم تحللوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الظلم يا عباد الله فإنه يعيب العامة كما يشين الخاصة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم نفعني الله وإياكم بهدي كتابه الحكيم وبحديث سنة نبيه الكريم هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد المجتبى والرسول المقتفى وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين